السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الشفاط اللي غسلناه مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدا ومبسطة، ان شاء الله تشوفوها في الفيديو. شوفوا منظره عامل ازاي. طبعا في الفيديو هتشوفوا منظره بجد كان فظيع. وبعد ما غسلناه بقى عامل ازاي، تحفة تحفة تحفة. رجع جديد زي ما كان. ايه رأيكم بقى؟ يلا بينا على الوصفة عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. بس قبل ما نبدأ كده الوصفة نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا حبايبي هنغسل الشفاط مع بعض. شوفوا منظره عامل ازاي، فظيع بصراحه. انا اسفه جدا جدا المنظر، لكن انا سيبته كده فتره عشان نغسله مع بعض. انا بسمع ناس كده بيقولوا ان هو ان احنا بنغسله هو نضيف، لكن بصوا الدهون عامله ازاي، فظيعه. وبقيه الشفاط بصوا بجد فظيعه قوي قوي. دي كلها دهون، بصوا بصوا، دي كلها دهون اهي، وهنغسلها مع بعض بكل سهوله. هنشوف مع بعض دلوقتي. بصوا دي كلها دهون، ايديا عملت ازاي منه. مش هنعمل وصفه مع بعض النهارده، احنا هنعمله بالوصفه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، وهي الديتول اللي انا عملته معاكم بالنعناع والليمون. ده ديتول بالنعناع والليمون، دي وصفه انا عملتها معاكم روعه بجد. طبعا انا كنت واخده شويه وحط عليهم معلقه صودا صغيره خالص. طبعا الصودا مع قشور الليمون بجد روعه في التنظيف، حلوه جدا جدا. هتقضي لك على اي الدهون كلها اللي في قلب الشفاط من غير ما ادعك جامد ولا اي حاجه. الوصفه دي جميله جدا جدا. يا ريت تدخلوا تشوفوا الوصفه دي، روعه يعني تعقيم، ويعني هتعقمي وتنضفي بجد تحفه. وهنغسله مع بعض. تمام. طبعا اللي عندها حساسيه تلبس كلافز في ايديها عشان ايديها ما تحرقهاش. تمام. هنغسله مع بعض لحظه واحده، هحطه على الحوض. بصوا يا حبايبي الخلطه اهي، ودي سلكه عاديه خالص، مش اللي هي الناشفه ولا اي حاجه. هبلها كده بايديها، هي حساسيه تلبس كلافز في ايديها. بصوا اصلا بصوا بيرغي اساسا اهي، زي ما انتم شايفين هيتعمل بكل سهوله. بصوا بصوا بيطلع في اللحظه، يعني انا مش بتكه ولا اي حاجه. بصوا انا عايزه اوريكي بس شكلها عامل ازاي. بصوا الفرق اهو. بصوا مش بتعب ولا اي حاجه، يعني مش بتكه قوي. انا عايزه اغسلها بس بالميه عشان اوريكم. ثانيه. المنظر، انا عايزه اوريكم المنظر ده من ده. بصوا ايه الجمال ده بقى. ايه رايكم؟ هعمل كمان معاكم واحده كمان اهي. شوفوا اصلا الدهون عامله ازاي فيه، يعني تعتبر ان هي صعبه، لكن اول ما تحطي عليها الصودا مع الليمون بجد مش بيخليها تطلع بسهوله جدا. انت هتجربي وان شاء الله تدعي لي اهو. وزي ما انت شايفه مش بدعك ولا اي حاجه، كل الدهون بصوا، الدهون اهي. بصوا هشطفها برضو واوريكم. بصوا بصوا يا حبايبي منظر دي من دي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ انا هعملها طبعا كلها وارجع لكم تاني، بس قبل تانية اعمل لكم منها حته وبعدين اكملها وارجع لكم بالاتنين. لحظه واحده. بصوا يا حبايبي دي منظرها عامل ازاي، فظيعه. بصوا هوريكم برضو بتتعمل بكل سهوله، ومش هدعك اي ولا حاجه اهي. في لحظه القليات اللي انتوا شايفينها دي تروح بكل سهوله اهي. يعني بقى مفيش اجمل من كده. بصوا يا حبايبي انا هشوفها معاكم. بصوا بصوا يعني شايفين المنظر ده من ده عامل ازاي، طلع بكل سهوله. ايه رايكم بقى؟ بصوا ودي كمان زي ما انتوا شايفين كده. انا هعملهم الاتنين وارجع لكم تاني. اه كده يا حبايبي انا غسلته اهو. شوفوا منظره بقى بجد رائع. ودي كمان طبعا هنا الاضاءه بس مش واضحه على الحوض. لحظه واحده هوريلكم كويس. ايه رايكم يا حبايبي؟ وشوفوا منظره بقى عامل ازاي. طبعا الاضاءه كانت على الحوض مش حلوه. شوفوا عامل ازاي، تحفه.
يعني يعتبر ان هو راجع جديد زي ما كان. شوفوا عامل ازاي، الدهون اللي فيه والزيوت كانت فظيعه. اول ما غسلت بالديتول بجد، اول ما مشيت السلكه كانت بسهوله جدا، ما تعبتنيش ولا اي حاجه. يا ريت تجربوها بجد تحفه. ان شاء الله اسيب لكم اللينك، اللينك بتاع الفيديو ان شاء الله باذن الله. اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو. ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. يا ريت تجربوها، ومش مكلفانا اي حاجه ومش هتتعبك خالص. هترجع لك الشفاط بتاعك جديد زي ما كان. ايه رايكم يا حبايبي؟ يا ريت لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.